حلقة النهاردة بعنوان يا فيها لا فيها. 4 مباريات حرفيا هيحددولك مسار الموسم عامل ازاي، مسار كل الهيصة اللي حصلت، مسار المنافسة اللي انت كنت بتنافسها على مدار الموسم، مسار المنافسة اللي مش عايزها تروح على الفاضي، مش عايزها تضيع عليا، مش عايز اضيع اسهل بطولتين بالنسبة لي. انا شايفهم، انا شايف ان احنا ما تعبناش في الوصول للنهائيات زي الكونفدرالية. بصراحة ما تعبتش، ولكن لازم احقق البطولة، لازم احقق البطولة لان البطولة هتكون مهمة بشكل رسمي واهم من الدوري طبعا الكونفدرالية. والدوري برضه مهم للاشاعات اللي طلعت والكلام الفاضي كله والهيص والهييص وتلاتة ومش تلاتة. ارمي كل دي في الزبالة، ارمي كل دي في الزبالة. حاليا قدامك 4 ماتشات تنزل تدوس فيهم على وش اي فريق يقابلك، محدش هيفتح بوقه معاك، محدش هيقولك حرفيا تلت التلاتة كام، ولا حد يقدر يقولك انت اتغلبت 3 ولا اتغلبت 4. يقولك اتغلبت 3 قول له يا عم انا واخد البطولة اساسا. تعالى معايا النهارده نتكلم عن مباراة سموحة شوية، اللي هي المباراة اللي هتكون من أول 4 مباريات مهمين اللي جايين للزمالك. إن شاء الله نقدر نتفوق في مباراة سموحة ونقدر نعمل جيم حلو عليهم، لأن هما فريق طبعا في المتناول، وفريق يعني مش قد إمكانيات الزمالك ولا قد طموحات الزمالك. أنا شايف إن الزمالك يقدر يكسب عليه ويتفوق عليه بارتياحية كمان. تعالى معايا أعرفك التشكيلة ونلعب ازاي ونص الملعب والكلام ده كله هنعرفه في الفيديو ده. بس اعمل لايك واشتراك في القناة وتعالى معايا عشان نكمل بقية الفيديو. طبعا مباراة سموحة ننزلها التشكيل عامل ازاي؟ ننزل بالتشكيل هيكون المهدي سليمان، 2 دفاع حسام عبد المجيد زي ما انت يا حسام. ماتش ما يهزكش، انت مدافع كويس ومدافع راجل وكنت مقدم اداء حلو لاخر الموسم. نفس الكلام هحط محمد اسماعيل، ما هحطش الونش، هحط محمد اسماعيل ما هحطش الونش. وهحط باك يمين محمد ابراهيم، وباك شمال هلعب بمحمود بن تايب، والتلاتة بتوع نص الملعب هسيبهم زي ما هو اللي هو محمد شحاتة وعبد الله السعيد. وممكن اضيف احمد ربيع، يعني انا ممكن اضيف احمد ربيع بدل احمد فتوح واخلي احمد فتوح كورجة يعني في الشوط التاني. وهلعب بالتلاتة الهجوم هيكون شوكو بنزا وما تجادلش ما تجادلش. اي نعم هو طبعا كان بيعمل شوية حاجات عبيطة في ماتش الاهلي، بس هو يعني اللاعب الوحيد اللي تقدر تنزله اساسي. وهلعب برضه باخوان زي ما انت اخوان، انت عامل موسم كويس، انت لاعب كبير، كمل ما يهمكش، الماتش يعني مش نهاية العالم. وهحط في الهجوم عدي الدباغ، مش ناصر منسي تماما، مش ناصر منسي، لان ناصر منسي حرفيا مغيب ليه 3-4 مباريات، مغيب تماما. فهحط عدي مش هحط ناصر. وطبعا همشي واسير المباراة ازاي. طبعا انا بالنسبة لي انزل اضغط، انزل هات جونين و3 وريح نفسك وريح امورك، وما تحطش على نفسك ضغط في مباراة ملهاش لازمة زي مباراة سموحة. بصراحة مباراة سهلة بالنسبة للزمالك، هتكون في المتناول. فانا انزل اريح دماغي واريح نفسي، وبدل العكننة وافضل ادور على جون في الدقيقة الاخيرة وادور على جون في نص الماتش. ويا ريت يا ريت ما تخطفش جون، يا ريت ما تخطفش جون، لان لو اتخطفت جون بنسبة كبيرة هقول لك ان انت يا هتتعادل يا هتفوز، يا قصدي يا هتتعادل يا هتخسر.